اهي في وسط البحر، وبتبتدي ترمي صندوق ورا التاني ورا التالت اهو. وهنا في ناس كانت في المركبة كانوا عاملين بيبصوا على البحر اهو. هنا بيبصوا حاجة غريبة، لا الراجل الصناديق بتترمي، هنا لا المية بتتحرك بشكل غريب. هنا التاني بيبص بينور الكشاف لا شوية قروش. هنا بيقول لهم بيبتدوا يتوتروا بس ما تقلقوش مفيش أي حاجة أكيد هتعدي. نجيب الصناديق دي عشان نشوف فيها إيه. هنا راح يجيب الصندوق أهو الراجل بيطلعه، حصل حاجة غريبة، القرش هجم عليه بطريقة وحشية جدا أهو. هنا ابتدوا يتوتروا جدا وخافوا جدا جدا جدا. وهنا الراجل جه، في إيه في إيه؟ القروش ملمومة علينا مش هينفع ننزل. هنا طبعا كانوا خايفين جدا اهو، احنا مش هنقدر ننزل دلوقتي. هنا الراجل ابتدي يرفع عليهم المسدس وقال لهم انزلوا، انزلي يلا انت اللي هتنزلي. هنا البنت واقفه متوتره جدا، وازاي انت تقولي كده يعني، اهي واقفه متوتره جدا. يلا انزلي. هنا بتبص للميه وزعلانه جدا جدا اهي، بس مش في ايديها حل، خلاص هتنزل. ابتدت تنزل، وطبعا اول ما نزلت حصل مفاجاه جامده، القرش خطفها. هنا ابتدوا يضربوا نار، راح القرش زق اهو، خطف التاني، خطف اتنين مع بعض. هنا الراجل اهو القرش طلع هجم عليه. هنا في واحد ست ومراته اهي ماشيين، كلها عامله ايه مبسوطه حبيبتي، وهنا قال لها انا هعمل لك مفاجاه اهو. قاعدين بيتكلموا طبعا ومبسوطين جدا، مش عايزك حاجه تضايقه ومش عارفه ايه. هنا بتتكلموا مع اصحابها هيرجعوا ولا لا. هنا قاعده زعلانه جدا بتفكر فيهم اصحابها طبعا. هنا باباها جاي، مارينا عامله ايه اهي زعلانه جدا، يا بابا صحابي وحشوني جدا. هنا قعدت تعيط اهي. هنا الراجل كان بيبص عليهم في البحر. هنا بيقول له عملتوا ايه، جبتوا صناديق ولا لا، طلعتوها؟ لا ما طلعناهاش اهي لسه. القروش اتهجمت على اللي كانوا في المركبه كلهم، وكلوا واحد ورا التاني. قال له انا ماليش دعوه انا عايز الصناديق. هنا ابتدي متعصب عليه. هنا الولد قال له لازم نروح وتجيبوا لي الصناديق دي حالا. قال له ما تقلقش حاضر. هنا بيبتدوا يجهزوا نفسهم اهو عشان يغطسوا يجيبوا الصناديق اللي ضاعت اهي. البنت كانت قاعده تتكلم معاهم، الصناديق دي مهمه ومش مهمه اه طبعا اهي. كانت قاعده تاكل تفاحه كمان مش حاسه بحاجه. هنا بتبتدي البنت التانيه اللي كانت زعلانه اهي بتدور عليهم، نزلت تغطس، كانت خايفه جدا. هنا اهي نزلت، وطبعا اول ما نزلت طبعا حصل مفاجاه، لقيت بطرمان اهو، نزلت جابته وطلعت تاني، الحمد لله طلعت سليمه يعني. هنا بتشم البطرمان ما حسيتش باي ريحه خالص، لقيت متغلف جامد جدا، ايه ده ومش ايه ده. هنا بتبتدي تتصل بناس تقول لهم انا لقيت حاجه في وسط البحر اهي، ممكن تكون دي من الصناديق. هنا الولد اهو جاي بيقول لهم انا جيت اهو يلا. راحت البنت خدته معاهم اهو عشان يتابع الاشارات. رايحين طبعا يدوروا على البنت التانيه اللي كانت لسه زعلانه اهي، لقوا اشاره اهي المركب بتاعتها اهي، تقريبا دول صحاب البضاعه طبعا. لقيناها اهي، بصوا عليها. هنا كانت بتصطاد ما فيهاش اي حاجه خالص، ما كانش فيها اي مشكله خالص. فين الحاجه اللي لقيتها؟ مش موجوده اهي. هنا البنت قاعده بتراقبها، اكيد دول صحاب البضاعه طبعا اللي كانت غرقت في الميه اهي. هنا الراجل كان بيفتتح قريته طبعا ومش فاضي اهو، بيقول لهم الدنيا امان. وهنا كان بيتكلم مع المسؤول طبعا ومبسوط معاه وبيهزر ويضحك معاه، وما تقلقش البضاعه توصلك في نفس الميعاد اهو. بيطمنه طبعا اهي. هنا بيطمنوا طبعا بانه عملتوا ايه، هاي لقيتوا حاجه؟ لا البنت عاديه خالص، بيتكلموا اهي البنت عاديه خالص ما كانش فيها اي مشكله اهي ولا اي حاجه. راح هنا بيقول لها ازاي يعني؟ انا طب خلاص خلاص انا هتصرف، تابعوها انتوا بس اهي. وفضلوا وراها، هنا قاعدين طبعا بيراقبوها